اوعوا يا جماعه تشتروه من بره تاني، بجد ليه تضيعوا فلوسكم في الاسعار اللي بيتباع بيها بره الغاليه؟ احنا هنعمله مع بعض باقل المكونات في 10 دقايق وبكوبايتين دقيق بس. عملت 11 رغيف تورتيه، وصفه ناجحه مليون في الميه، وصدقوني هيطلع معاكم احلى من بتاع بره كمان. في العجان بتاعي بقى حطيت كوبايتين دقيق، عليهم رشه ملح ومعلقتين كبار زيت، واخر حاجه معانا كوبايه ميه مغليه يعني سخنه قوي بدرجه الغليان. هنعجن كله مع بعضه كويس جدا، وانتوا طبعا لو ما عندكوش عجان هتعجنوا بالمعلقه الاول، واول ما ايديكم تستحمل الحراره بتاعه العجين ابداوا اعجنوا بايديكم. هتكون معاكم العجينه طريه جدا زي ما انتوا شايفين كده ومش بتلزق خالص. هنرش بقى على الترابيزه شويه دقيق حلوين، ومن فوق العجينه برده زودوا دقيق كل شويه. وطبعا احنا مش هنسيبها تخمر ولا حاجه، بمجرد ما بنخلص العجينه بنشتغل بيها على طول. هنفردها رفيع كده زي ما انتوا شايفين، ونسويها بطبق كده ونشيل الزيادات. والمقدار ده هيعمل معاكم 10 او 11 واحده حجم وسط. هنكون بقى مجهزين الطاسه السخنه بتاعتنا من غير ما ندهنها اي حاجه، والنار تكون هاديه، وننزل بالعجينه بتاعتنا، واول ما تبدا تغير لونها كده هنقلبها على الوش التاني، قلبه هنا وقلبه هنا، وخلاص على كده. لما تاخد اللون ده بقى نبدا نشيلها، واهم حاجه بقى ان احنا نخرجها على فوطه ونغطيها بفوطه، ولما يبقوا دافيين كده نحطهم في كيس مع بعض. الخطوتين دول مهمين جدا جدا يا جماعه، اوعوا تنسوهم، هيخلوا العيش التورتيه طري بشكل مش طبيعي. وبس كده تقدروا طبعا تحفظوه في الفريزر زي ما انتوا عايزين، وتطلعوا منه تستخدموه لما تحتاجوا. وهبقى انزل لكم طريقه الفراخ اللي عملتها معاه الخطيره دي في فيديو لوحدها، ولو جربتوه بقى ما تنسوش تقولوا لي رايكم. يا رب يكون عجبكم، بالهنا.